بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم عن نوع من التداخلات الدوائية وهو تداخل الدواء مع الغذاء، ونبدأ بأدوية ضغط الدم. أولا مجموعة Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor ACE Inhibitor، وتشمل إينالوبريل، ليزانوبريل، كوينوبريل، وراميبريل، والتي عند استخدامها تسبب زيادة في نسبة البوتاسيوم في الجسم، وزيادته قد تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب أو خفقان القلب. لذلك ينبغي تجنب الإكثار من الأكل الغني بالبوتاسيوم. وتتضمن هذه المجموعة الكابتوبريل الذي ينبغي أخذه قبل الأكل بساعة. ثانيا مجموعة البيتا بلوكر مثل الكارفيدولول الذي يجب أخذه مع الأكل تجنبا للانخفاض الحاد في ضغط الدم، والميتابرولول الذي يجب أخذه مع الأكل أو بعد الأكل مباشرة. ثالثا مجموعة الأدوية المدرة للبول الدايوريتك، وتشمل البيوميتانايد، الفيروسامايد، هيدروكلوروثيازايد، إندابامايد، كلوروثاليدون، سبايرونولاكتون، والأميلورايد مع الهيدروكلوروثيازايد الذي يمكن أخذه مع الأكل في حالة تحسس المعدة منه. وتتضمن هذه المجموعة الترايمترين الذي عند استخدامه يسبب زيادة نسبة البوتاسيوم في الجسم، لذلك ينبغي تجنب الإكثار من الأكل الغني بالبوتاسيوم عند استخدامه. وأخيرا نستعرض أهم الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو، الموز، البطاطس، السبانخ، الفاصوليا، الحمضيات، السمك والتمر. وفي الختام نشكر متابعتكم، وإذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بالضغط على زر إعجبني وانشروا المقطع، ولمتابعة جديدنا اضغطوا على زر اشتراك.